الممتاز ومتصدر البطوله في المجموعه الثانيه. ادي هنا احمد جعفر، حازم امام، حازم يا راجل حطها في الزاويه البعيده يا حازم. اتعملت حلوه من احمد جعفر وحازم امام، كان لازم يوجه بقى هنا، مشيت معاه الكوره يحطها في الزاويه البعيده لكن هو حطها في الزاويه الضيقه. محمد هدف تعادل عملها محمد ابراهيم، عدى في سنتيمتر صغير قوي في مسافه ضيقه وعملها عرضيه عشان عبد الله سيسي بيحرز هدف التعادل. عبد الله سيسي في الدقيقه 82، عبد الله سيسي يحرز هدف التعادل في الدقيقه 82. عبد الله سيسي عدى هنا محمد ابراهيم، عملها حلوه قوي 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 محمد ابراهيم. هي دي الحلول اللي بنقول عليها المهاره الفرديه. عدى من عبده بوتابي وحطها عبد الله سيسي عشان يحرز هدف التعادل لنادي الزمالك. لسه فاضل 8 دقايق غير الوقت الضايع. ادي محمد ابراهيم في الكره اللي فاتت، واحد نادي الزمالك واحد سان جورج. تركيز بقى في الفتره اللي جايه من نادي الزمالك. ادي عبد الله سيسي ومحمد ابراهيم هما الاثنين التغييرات اللي عملوا فرق في نادي الزمالك. كان ممكن يبداوا اللقاء زي ما قال لنا الكابتن فاروق جعفر في بدايه او بين الشوطين ان كانت التغييرات